يا هلا يا هلا، اهلا بيكم في حكايه جديده مع منتخبنا المصري المره دي. صلينا الجمعه، لبسنا الجلابيه ودعينا ان ربنا يكرمنا. طبعا سيبك من الماتش كل حاجه، اوعى تكون نسيت تدعي البرفكتو. يعني دعواتكم يا شبابنا كده، واوعى تنسى تروح تعمل لايك وشير والسبسكرايب والاشتراك في القناه يا جماعه. من هنا ورايح مفيش غير فرحه، بيرفكتو بالعربي بيرفكتو بالانجليزي. طيب نيجي بقى للماتش. منتخب مصر هيلعب الساعة 9 بتوقيت مصر مع استراليا. يا ترى نعمل ايه يا عم بيرفكتو في الماتش؟ مبدئيا كده انا مش عايز اشوف كورة عالية. انا مش عايز حد يرفع الكورة. شباب بيقول لك 6 7 لعيبة فوق ال 190. اخر كام سنة استراليا ما خسرتش غير ماتشات قليلة قوي. استراليا مش من الفرق اللي احنا ممكن نستهين بيها او ممكن نعديها، مثلا نقول انها شبه نيوزيلندا او احنا ممكن نقول ان هي الابجريدد فيرجن من نيوزيلندا، ولكن ما ينفعش نلعب معاهم فكرة الكرات الطويلة، وما ينفعش فكرة ان انت تدافع قدامهم. استراليا مش نازلة تهاجم قدامك، استراليا هتنزل تدافع، يعني شبه نيوزيلندا. فاحنا النهارده يا رب يعني اشوف فكر واشوف حاجات الشباب اتدربوا عليها بعكس الماتشات اللي فاتت، لان الموضوع هيبقى مزري لو احنا نازلين بلا هدف. فاتمنى عمر مرموش يكسفنا كده ويعمل حاجه النهارده. مش عارف مين صلاح هيلعب ولا لا. تقريبا شفت لقاء انترفيو كده لحسام حسن بيقول ان هو مش هيلعب بسبب الاجهاد. دي هتبقى كارثه، لان لو احنا فعلا، يعني انا مش متاكد من المعلومه دي، لو احنا بنلعب فعلا على فكره المهاجم الخفي او فكان صلاح هو اللي بيساعد انه دايما يدي ثرو للمهاجم ده. ولكن الان صلاح اللي مش موجود هتبقى كارثه، لان فعلا هو اللي بيوصل المهاجمين لمنطقه ضربه الجزاء. فاتمنى ان حتى لو مش هيلعب، اتمنى اشوف بقى زيزو يوصل الناس، اشوف امام عاشور يوصل الناس. يا رب يستمر شوبير في تألقه، لان بصراحه يا جماعه كده احنا للاسف ضعفاء جدا في فكره العرضيات. اي عرض علينا حتى كل سنه وانت طيب. وفي اخر الفيديو بقى كده جمعه مباركه، وتاني هارد لك لمنتخب الجزائر، واتمنى كل التوفيق لمنتخب المغرب في الماتشات اللي جايه. منتخب محترم، ويعني انا مش عايز اعمل اي حاجه واتكلم عن اي حد دلوقتي غير المنتخب المصري. كلها كام ساعه يعني، يا رب يفرحونا. يعني خلاص بقت من الحاجات القليله اللي الواحد بيفرح بيها. ف كل التوفيق للمنتخب المصري، كلنا في ظهرك يا عميد. صباحكم زي الفل.